تعالوا بقى اقول لكم ازاي عملنا مجموعة الاسماك الجميلة دي. ده كان اوردر مطلوب مني، والحمد لله ربنا وفقني، والناس كانت واثقة فيه جدا في مطبخ سوسو، وربنا وفقني فيه وعملته على اكمل وجه، والحمد لله رب العالمين. الناس شكروني. طبعا هما كانوا جايبين لي الاسماك فريش جدا، يعني طول ما انا بعملها تحس ان انتي قاعده في ميه البحر. السمك رائع جدا وطازه جدا جدا. الصبيط طبعا، وبيض الصبيط شايفينه، الجمبري المتقشر اللي هنعمل به الرز بالجمبري ونعمل بيه شوربه السي فود. عندنا القاروص المتقطع طرنشات، الكابوريا، الجمبري اللي هيتعمل بالخلطه، الدنيس اللي هيتقلي، والجمبري والبرضو والقاروص تاني، وكل الحاجات الجميلة دي ما شاء الله. ربنا وفقني وعملتها وعملت لهم سفرة. شكروني عليها جدا جدا جدا، وعجبت ضيوفهم جدا جدا. وطبعا مطبخ سوسو دايما شعاره انت كأنك بتاكلي من ايد مامتك، ودي حقيقة. تعالوا بقى نعرف ايه الحاجات اللي عملناها. طبعا استخدمت كمية توم كبيرة قشرتها، انا بستعمل دايما توم فريش، ما بعملش ما بخزنش التوم، لان بحس ان هو ريحته بتبقى احلى وفريش اكتر من المتخزن. استخدمنا فلفل احمر واخضر حامي وبارد، وليمون وخل، وثلاث اصناف خضرة، شبت وبقدونس وكزبرة. وطبعا البهارات شطة وكمون وكزبرة ناشفة، وسبع بهارات، وجوزة الطيب وملح، وطبعا شويه شطه حمراء مع حاجات السبايس التانية. فرمنا كل المجموعه دي مع شويه خل وليمون، وبعدين حطيت عليها البهارات بتاعتي، وزودت كميه الكمون شويه، لان طبعا الحاجات كانت كتيره، الثوم كان كتير والخضر، فلازم اعمل كميه كبيره يعني. وبعدين حطيت عليه تاني ليمون وخل. اصبح عندي ما شاء الله كمية تتبيلة محترمة جدا، ودي كانت سر الطبخة كلها، لان كل الطبخة هتتعمل، كل الاصناف هتتعمل تقريبا بده، حتى كل حاجة، حتى الرز بالجمبري. وعايزة اقولك الخلطة دي بتعمل بها حاجات كتيرة جدا. طبعا هم كانوا طالبين كل الاصناف او معظم الاصناف قلي، فتبلنا السمك كويس قوي قوي قوي، وقليناه الحمد لله، وكانت قرفته حلوه. يعني عايزه اقول لكم الاوردر كان قرفته حلوه. سلطه الطحينه، سلطه البابا غنوج وسلطه الطحينه. ادي الصبيط بعد ما اتقلى، بسم الله ما شاء الله، الدنيس بعد ما اتقلى، الرز بالجمبري حاجه رهيبه جدا، الجمبري بالخلطه، الله اكبر. السلطة الخضراء حتى عندنا مختلفة، لأن بندخل فيها 7000 نوع خضرة تقريبا. القاروص، شوربة السي فود المحترمة قوي بالكريمة، البتنجان، وكان مطلوب البتنجان ده مخصوص، وكان مطلوب سبايسي تحديدا. البتنجان والفلفل بالخل والثوم، ويكون سبايسي مع الخلطة السبايسي. الرز بالجمبري الرائع ده جدا 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 ما شاء الله. الصبيط، ادي البتنجان. والسفرة دي بعد ما عملناها طبعا، انا طبعا هبقى اقول لكم على طريقة كل حاجة لوحدها، بس انا بعرض لكم ما شاء الله آه الاكل عند مطبخ سوسو عطية بيبقى عامل ازاي، وكمية النظافة وكمية البركة اللي بتبقى موجودة ما شاء الله. آه والناس على فكرة، يعني هي بعتت لي، حتى صاحبة الاوردر بعتت لي السرافيس بتاعتها دي، احط لها فيها الاكل بتاعها ما شاء الله، وغلفت لها كل حاجة وبعتها لها. طيب يا سوسو، ايه احنا شايفين حلل؟ ايوه، حلة السي فود دي من عندي، وحلة الجمبري، لان ما كانش ينفع ان انا افضلهم الحاجة في اطباق ولا في صواني، فطبعا بعت لهم الحلل بتاعتي، وهم جابوها بعد كده مشكورين يعني. لان كل الناس اللي بتتعامل مع مطبخ سوسو عطية دول اصحابي وحبايبي وناس واثقين فيا جدا، وانا واثقة فيهم جدا. الدنيس بعد ما اتقلى، السلطة، كل حاجة ما شاء الله، والجمبري الله اكبر بالخلطة، حاجة كده محترمة جدا جدا جدا، وطعمها رائع جدا جدا. وانا عايزاكم يا جماعة تقولوا لي رأيكم في السفرة دي بجد، ورأيكم في الاوردر ده. وانا بشكر كل اللي بيثق في مطبخ سوسو عطية. الحقيقة الحاجة بتتعمل بنفس حلوة جدا ونفس راضية جدا، وبتطلع ما شاء الله جميلة جدا، وألف هنا وشفا وألف صحة وعافية. وما شاء الله على طرنشات القاروص، الله أكبر. سلطة الطحينة عندنا غير أي سلطة أي مكان تاني. البابا غنوج، كل حاجة بصراحة ألف هنا وشفا للي أكل. الصبيت يا جماعة بسم الله ما شاء الله، الرز بالجمبري مش عارفة أقول لكم إيه ولا إيه، الصورة بتتكلم والفيديو بيتكلم، وانتوا شايفين قدامكم ما شاء الله كل حاجة على الطبيعة.
ألف شكر لكل اللي بيثق فيا. وتقريبا يعني الحمد لله رب العالمين، مش عايزة أقول لكم إن أنا قدها وقدود، الحمد لله رب العالمين. مطبخ سوسو عطية شعاره كأنك بتاكلي من إيد مامتك، والحاجة كلها فيها البركة فعلا. حاجتكم بتوصل لكم فيها البركة وزيادة. ألف هنا وشفا، وبسم الله ما شاء الله. طبعا احنا بنسمي ونصلي على النبي قبل ما نبدأ أي أوردر. شكرا ليكم.